ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو حادق مع المساء. ايه رايكم النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين. نعمل حاجه حلوه من حاجات العيد. هنعمل النهارده كرات التلج، حاجه جديده وجميله وطعمها حلو جدا. ومن النواعم بتاعه البسكوت. يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم. آه يلا بينا نبتدي على طول. معايا هنا 800 جرام سمنه. اي نوع سمنه بتستخدميه عادي تقدري تستخدميه، سواء كانت سمنه معلبة او علب، يعني سمنة صناعي او سمنة بلدي. انا معايا 800 جرام سمنة بلدي. هحط عليهم 300 جرام سكر ناعم، وهضربهم لغاية لما يفوموا معايا. سر نعمين كرات التلج دي انك هتضربيهم لغاية لما يفوموا معاكي خالص ويدوكي لون ابيض تماما. السمنه تكون ساقعه، بس ايه، سايحه، يعني تقدري اول ما تشتغلي الخلاط هي تشتغل تتضرب معاكي، يعني ما تبقاش ساقعه لسه مطلعاها من التلاجة. هنضربهم مع بعض. انا ضربت لغايه لما السمنه والسكر عملوا فوم معايا. وانتي بتضربي ايدك التانية بتجيبي الجوانب كده عشان كله يتضرب. على فكره بينفع يتعمل بالايد وهيوصل معاكي لنفس النتيجه، بس عشان توفري على نفسك او تسهلي على نفسك خلي السكر يكون ناعم. بصوا هو عامل ازاي، عامل زي الكريم شانتيه. هو لازم القوام بتاعه يفوم كده معاكي عشان تضمني ان هو يطلع معاكي ناعم. هنا انا معايا كيلو دقيق، المقدار ده على كيلو دقيق. هحط عليه بصوا رشه ملح صغيره خالص. انا حاطه رشه ملح صغيره خالص اهي. وكمان هحط عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر او معلقه ونص من البيكنج باودر. وهنا هتجيبي معاكي اي مكسرات متوفره عندك، حتى لو سوداني تقدري تحطي اي مكسرات، بس تطحنيها كده يكون خشن. انا حطيت عين الجمل. تقدري تحطي اي مكسرات عندك زي ما قلنا. وهقلب كل المواد الجافه دي كده مع بعضها، رشه الملح والدقيق والبيكنج باودر والمكسرات اللي هتحطيها. ما قلت الكوش ان المكسرات خليها نص كيلو. انا الصراحه ما كانش عندي غير 300 جرام بس فحطيتهم، لكن لو خليتيها نص كيلو هيبقى حلو قوي، وهيبقى طعمها كده باين، وهتبقى غنيه بالمكسرات. انا ضفت الدقيق اهو. ودلوقتي هبتدي ابس او اخلط الدقيق مع السمنه والسكر لغايه لما يتجانسوا مع بعض، وكل حبيبات الدقيق تتغلف بالسمنه. وهنا بعد ما خلطنا كويس الدقيق، بصوا اللي هي كل الدقيق شبعان بالسمنه والسكر اللي عملناه، يعني هي كده جميله. ماشي، هبتدي بقى اعجنها بالسوائل. مش هتاخد معاكي اكتر من ده، لو كتير يعني نص كوبايه لبن او ميه براحتك. هعجن واحده واحده، وهاخد اكتر حاجه نص كوبايه. ممكن تاخدي اقل من كده، كل ما هتقللي السوائل كل ما هي تطلع معاكي حلوه وناعمه ودايبه. بس مش اكتر من نص كوبايه سوائل، سواء ميه او لبن. خلصتها يا دوبك العجينه لمت معايا وشلت ايدي منها. المكسرات شكلها حلو فيها، كل ما تكتري مكسرات كل ما تبقى معاكي حلوه. اهي بتتلم معايا كده. تاخديها كل ما تقطعيها كمان صغيره تبقى حلوه. بصي اهو كده. هسيبها بقى ترتاح شويه ونرجع مع بعض نقطعها سوا. انا انا مليت صاج اهو. هو كده تدوريه كده بس او تكوريه كده بس اهو كده بنفس الشكل ده كده وتظبطيه. حاولي تخلي ايديكي ميزان عشان مفيش حاجه تتحرق وحاجه تفضل نيه. هدخلهم الفرن اهو. هنا طلعت صاج تسويته جميله ناعم جدا. شايفين صوته قرمشه، وكمان ناعم جدا جدا. بصوا هنعمله دلوقتي بقى التزويق بتاعه او الزينه بتاعته. هنحط كوبايه سكر بودره ونص كوبايه جوز الهند وربع كوبايه نشا. يبقى كوبايه سكر بودره ونص كوبايه جوز الهند وربع كوبايه نشا. وهننزل كله كده كله
جوه الخليط اللي عملناه ده. ممكن تحطي رشة فانيليا لو تحبي، هتنفضيها بس ايه مش كتير يعني عشان تفضل بيضة. كرات التلج كده خلصت، اخر جمال وحلاوة. جربوها، بصوا النعومية بتاعتها، مش عايزة اقول لكم قد ايه هي ناعمة، مش قادرة اقول لكم. بصوا تتفتفت كده. جربوها جميلة. كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا وتعملوا الخير كله. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حلو وحادق مع المسية. باي.